61% من أجهزة الكمبيوتر في العالم هيواجهوا أزمة حقيقية في أقل من سنة، والمشكلة مش بس هتأثر على الأفراد العاديين، كمان هتأثر على الشركات والمدارس وحتى المستشفيات. بس المشكلة الأكبر إن معظم الناس لسه مش عارفة إن عندهم مشكلة من الأساس، واللي عرف للأسف لسه مش لاقي حل سهل. بس يا ترى إيه اللي ممكن يخلي نص أجهزة العالم تقع في مشكلة في نفس الوقت؟ والأهم، هنعمل إيه دلوقتي؟ ده اللي هنعرفه في حلقة النهاردة. بس قبل ما نبدأ، لو أنت لسه جديد في القناة ما تنساش تعمل سبسكرايب وفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. أنا خالد جاد، ويلا بينا. السلام عليكم. 400 مليون جهاز كمبيوتر في العالم هيواجهوا مشكلة كبيرة في أقل من سنة، وده لأن مايكروسوفت قررت إنها توقف دعم ويندوز 10 في أكتوبر 2025. وعلشان تبقى مستوعب الرقم ده بالظبط، فهو بيمثل 61% من مستخدمين الكمبيوتر في العالم. يعني المشكلة دي مش بتأثر بس على قلة، دي بتأثر على أغلبية المستخدمين. طيب واحد يقول لي، طب وإيه المشكلة يعني؟ ما يعملوا أبجريد لويندوز 11 وخلاص. المشكلة إن الأجهزة دي للأسف كلها مش هتقدر تشغل ويندوز 11، وده طبعا مش كلام أنا، ده كلام مايكروسوفت نفسها. الموضوع ده بيفكرني لما مايكروسوفت نزلوا ويندوز فيستا من 17 سنة تقريبا، كانت برضه عاملة تغيير جذري في نظام التشغيل، وكان ساعتها ناس كتير مننا عندهم أجهزة إمكانياتها ضعيفة مش قادرة تشغل النظام ده بشكل كويس. هي كانت بطيئة ومملة، لكن النظام اشتغل في الآخر. بس الفرق ان ساعتها كان عادي ممكن ترجع تستخدم ويندوز اكس بي والدنيا تمام. المشكلة بقى المرة دي انه مش مجرد تحديث وخلاص، ده توجه وتغيير في سياسة الشركة كاملة، والموضوع للأسف متعلق بالهاردوير نفسه. يعني حتى لو انت عايز تحدث جهازك الحالي برضه مش هتقدر، ولازم تغير الجهاز كله حتى لو كان شغال معاك زي الرهوان على ويندوز 10. والكلام ده طبعا مش سهل في ظل الظروف الاقتصادية اللي العالم كله بيمر بيها، مش احنا بس. وبالرغم ان مايكروسوفت قدمت حل مؤقت، وهو انك تدفع $30 علشان تاخد دعم اضافي لمدة سنة لويندوز 10 بعد اكتوبر 2025، الا ان ده مجرد حل بيأجل المشكلة مش بيحلها بشكل نهائي. طيب ايه الحل؟ ده اللي هنتكلم عليه كمان شوية، بس الأول لازم نفهم إيه هي المتطلبات الجديدة اللي مايكروسوفت مصممة عليها. بصراحة المتطلبات اللي مايكروسوفت حطها لويندوز 11 خلت ملايين الأجهزة مش قادرة تشغله، وأهم حاجة وأصعب حاجة هي التي بي ام 2.0. والتي بي ام ده ببساطه هو شريحه صغيره موجوده في المذر بورد بتساعد في حمايه الجهاز، زي ما تقول كده صندوق امانات صغير جوه جهازك بيتخزن فيه معلومات مهمه زي كلمات السر وبيانات التشفير. حلو طبعا وكويس، بس المشكله ان معظم الاجهزه اللي عندنا، وخصوصا اللي عندها اكتر من 4 و5 سنين، يا اما ما فيهاش الشريحه دي خالص، يا اما فيها نسخه قديمه منها. وفي بلوج بوست نشرته مايكروسوفت في اول ديسمبر 2024 أكدت إن متطلبات التي بي ام 2.0 مش هتتغير، وإن ده مش مجرد توصية، ده شرط أساسي لويندوز 11 علشان يشتغل من الأساس. وقالوا كمان إن ده جزء من استراتيجية الأمان بتاعتهم اللي بيسموها زيرو تراست، وبتقول الشركة إن الموضوع ده مهم جدا للحماية من الهاكرز والفيروسز. وكمان أكدوا إن الأجهزة اللي شغالة بويندوز 11 أقل عرضة للاختراق من الأجهزة اللي شغالة بالإصدارات السابقة. بس متطلبات ويندوز 11 مش بتقف هنا، لأن كمان لازم يكون عندك معالج حديث نسبيا، يعني على الأقل من الجيل الثامن لمعالجات انتل او ما يعادله وانت طالع. كمان لازم يكون عندك على الاقل 4 جيجا رام وهارد ديسك بيدعم تقنيه يوفي، ده غير طبعا كارت الشاشه اللي لازم يدعم دايركت اكس 12. يعني باختصار لو عندك لابتوب او كمبيوتر من 2017 او اقدم غالبا مش هتقدر تحدث لويندوز 11. وطبعا ناس كتير جدا في مصر والوطن العربي عندهم اجهزه اقدم من كده بكتير. بس الغريب بقى ان ضعف امكانيات الاجهزه مش هو السبب الوحيد في ان معظم الناس لسه ما نقلتش على ويندوز 11 لحد دلوقتي. في نوفمبر 2024 شركه ستيت كاونتر نشرت تقرير مهم جدا عن نسب استخدام انظمه التشغيل، والتقرير ده بيكشف حاجه لطيفه جدا، وهي ان نسبه مستخدمين ويندوز 10 في العالم زادت من 61% ل 62%، في حين ان ويندوز 11 نزلت من 35.5% لأقل من 35%. والوضع في أمريكا أسوأ كمان، نسبة المستخدمين ويندوز 10 زادت من 58% ل 61%، وويندوز 11 قل من 40% لأقل من 37%. ولو أنت مركز في الأرقام هيكون عندك سؤال مهم وبديهي جدا، إيه اللي يخلي المستخدم جهاز متوافق مع ويندوز 11 وحدث بالفعل يرجع تاني لويندوز 10؟ لما قعدت ابحث ورا الموضوع شويه لقيت ان في بعض المشاكل مستخدمين كتير اشتكوا منها، واهمهم مشاكل في السرعه والاداء. على سبيل المثال الفايل اكسبلورر بتلاقي نفسك بتفتح الفولدر وتقعد تستنى كام ثانيه كده لحد ما يفتح، تيجي تشوف البرامج اللي شغاله برضه تستنى، ده غير ان البرامج الاساسيه اللي بستخدمها بشكل يومي
بقت بطيئة وبتاخد وقت أطول من المعتاد. فالنظام كله في العموم بيعاني من بعض مشاكل في الأداء حتى لو جهازك قوي وجديد، والنظام مش سريع وخفيف كده زي ويندوز 10. تاني سبب مهم وهو الواجهة الجديدة أو اليوزر انترفيس. صحيح إن شكلها حلو وشيك وتحسها مودرن كده، بس ناس كتير شايفة إنها مش عملية زي ويندوز 10. الستارت منيو الجديدة والتاسك بار بيخلوا الشغل أصعب للناس اللي كانت متعودة على الشكل القديم. ومايكروسوفت شالت حاجات كتير الناس كانت بتحبها، زي إمكانية مثلا تحريك التاسك بار لجنب الشاشة. مش فاهم الصراحة شالوها ليه. وفي كمان حاجات حلوة كانت موجودة في ويندوز 10 اختفت خالص، زي مثلا البلاطات المتحركة أو اللايف تايلز. ناس كتير كانت بتستخدم الحاجات دي وزعلانه جدا انها ما بقتش موجوده في ويندوز 11. اما بالنسبه للكستمايزيشن والسيتنجز فبقت دوخه بجد. الاعدادات في ويندوز 11 مستخبيه والواحد لازم يدور كتير علشان يلاقي الحاجات اللي كان سهل يوصل ليها في ويندوز 10. بس المشكله من وجهه نظري ان مايكروسوفت غيرت حاجات كتير مره واحده، وده خلى الناس تحس ان النظام الجديد صعب الاستخدام. فمش كل حاجه جديده بتكون احسن، ساعات الحاجات القديمه المتجربه احسن من الجديد اللي لسه بنكتشف مشاكله. فطبعا اول ما مايكروسوفت اعلنت انها هتوفر دعم ممتد لويندوز 10 مقابل $30 في السنه، ناس كتير قررت انها تفضل على النظام القديم وتدفع الفلوس دي بدل البهدله، وتكون برضه فتره كويسه لحد ما مايكروسوفت تحل المشاكل اللي ظهرت دي قبل ما ينقلوا. طيب يا ترى بقى لو انت مستخدم ممكن تكون متاثر بالقرارات الجديده بتاعت مايكروسوفت دي، يا ترى ايه الحلول المتاحه بالنسبه لك اللي ممكن تلجأ ليها؟ مبدئيا قبل ما نتكلم عن الحلول، اول حاجه لازم تعملها هي انك تتاكد ان جهازك بيدعم ويندوز 11 ولا لا، وممكن تعمل ده بطريقتين. الاولى انك تحمل برنامج بي سي هيلث تشيك من موقع مايكروسوفت الرسمي، والبرنامج ده هيقول لك بالظبط ايه المشاكل اللي ممكن تمنع جهازك من التحديث لويندوز 11. والطريقه الثانيه هي انك تشوف مواصفات جهازك وتقارنها بمتطلبات ويندوز 11. بس عايز برضه انبهك ان ممكن جهازك الحالي يكون بيدعم خاصيه تي بي ام 2.0، بس ساعات بتكون مقفوله باي ديفولت في اعدادات البايوس. فقبل ما تقرر تشتري جهاز جديد بص الاول وتاكد انه مش اوبشن مقفول عندك، وطبعا ده محتاج حد فاهم، فلو انت مش متمكن قوي ممكن تستعين بحد متخصص. بس لو اتاكدت ان جهازك مش بيدعم ويندوز 11 خلينا بقى نشوف ايه اللي ممكن تعمله. طبعا هيكون اول حل عندك هو الحل اللي مايكروسوفت بتقدمه، وهو خدمه الدعم الممتد او الاكستندد سكيورتي ابديتس. والخدمه دي بتكلفك $30 في السنه، يعني حوالي 1500 جنيه مصري، وده هيديك تحديثات امنيه لمده سنه كامله بعد اكتوبر 2025. وممكن الخدمه دي تمتد معاك بحد اقصى 3 سنين. يعني لو حاسس ان انت مش جاهز تغير جهازك دلوقتي ممكن تاخد وقتك وتستمر مع ويندوز 10 لحد 2028. الحل التاني طبعا انك تشتري جهاز جديد، وده طبعا ليه مزايا مهمه جدا بجانب انه هيشغل ويندوز 11، زي انك هتقدر تستفاد من مزايا كوبايلوت وتقنيات الذكاء الاصطناعي اللي بتدعمها الاجهزه الجديده. بس طبعا المشكله هنا هي التكلفه العاليه، خصوصا في ظل الظروف الاقتصاديه الحاليه. والحل الثالث واللي مش برشحه قوي الصراحه، بس طبعا على حسب ظروف كل واحد، وهو انك تكمل زي ما انت على ويندوز 10 بعد اكتوبر 2025 من غير الدعم الممتد من مايكروسوفت. بس طبعا لو قررت تروح للحل ده لازم تاخد احتياطاتك بشكل اكبر، زي مثلا انك تاخد نسخه احتياطيه من ملفاتك المهمه بشكل دوري، وتنزل انتي فيروس قوي، وتتاكد انك تعمل له تحديث بشكل مستمر. وخلينا نتفق ان مفيش حل مثالي، كل حل ليه مميزاته وعيوبه، والاختيار هيعتمد على ظروف كل شخص وامكانياته الماديه وطبعا احتياجاته. بس يا ترى قرار مايكروسوفت بمد فتره دعم الويندوز 10 كل الناس مبسوطه بيه ولا في ناس تانية تخرب بيتها؟ وعلشان نجاوب على السؤال ده تعالوا نشوف ازاي قرار زي ده ممكن يأثر على سوق الكمبيوتر كله، من الشركات المصنعه لحد البائعين والمستخدمين. واول تأثير واضح هو على شركات تصنيع الكمبيوتر. التقارير بتقول ان المبيعات مش ماشيه زي ما كانوا متوقعين، وده علشان الناس متردده في شراء الاجهزه الجديده. وطبعا الشركات دي كانت متوقعه ان الناس هتتهافت على شراء اجهزه جديده علشان تقدر تشغل ويندوز 11، بس اللي حصل عكس كده تماما. والمشكله دي طبعا ادت لزياده المخزون عندهم، يعني الشركات صنعت كميات كبيره من الاجهزه المتوافقه مع ويندوز 11 بس الطلب عليها اقل من المتوقع، وده غالبا هيخلي الشركات دي تضطر انها تخفض الاسعار عشان تصرف المخزون، وده طبعا هيأثر على الارباح. كمان في تأثير على سوق البرمجيات. الشركات اللي بتطور برامج لويندوز دلوقتي محتاره هل تطور برامج لويندوز 11 بس ولا تستمر بدعم ويندوز 10 كمان، وده طبعا هيخلي عمليه تطوير البرامج اصعب واغلى. وطبعا القرارات دي مش بس اثرت على المصنعين لكن كمان اثرت على الشركات. تخيل شركه بسيطه عندها 100 جهاز هتحتاج تغيرهم كلهم او تدفع رسوم الدعم الممتد لكل جهاز، وده طبعا تكلفه كبيره جدا على اي شركه. ما بالك بقى الشركات الضخمه اللي بيكون عندها الاف الاجهزه هيكون وضعهم ايه؟
بس خلينا نركز على الجانب الايجابي الصغير اللي موجود في الموضوع ده، وهو ان اللي بيحصل دلوقتي اكيد هيعمل منافسه بين الشركات المصنعه وهيخليهم يعملوا عروض وتخفيضات كويسه في 2025، وخصوصا كل ما نقرب من ميعاد انتهاء دعم ويندوز 10. بس طبعا كل الكلام الجميل ده للدول الاحوال الاقتصاديه مستقره، لكن لو الدنيا مش مستقره انصحك تاخد قرار اسرع شويه وما تستناش نزول الاسعار. طيب جميل قوي، من اللي احنا بقى شفناه من ويندوز 11، يا ترى ايه مصير ويندوز 12 اللي متوقع انه ينزل في 2025؟ خليني اشارك معاك تحليلي الشخصي على حسب المعلومات المتاحه. اول حاجه لازم نفهمها ان تجربه ويندوز 11 هتاثر جدا على طريقه طرح مايكروسوفت لويندوز 12، وده طبعا علشان دلوقتي عندهم 62% من المستخدمين لسه على ويندوز 10، واكيد مش عايزين يكرروا نفس المشكله. يعني مش منطقي يطرحوا نظام جديد بمتطلبات اصعب، فلازم يكون ويندوز 12 بيشتغل على نفس الاجهزه اللي بيشتغل عليها ويندوز 11. في نقطة كمان مهمة، ان المستخدمين اللي حاليا مترددين ان هم يحدثوا لويندوز 11 غالبا هينتظروا ويندوز 12 ويحدثوا مرة واحدة، وده طبعا هيكون مشكلة كبيرة لمايكروسوفت، لان بكده هيكون عندهم 3 أنظمة تشغيل في السوق في نفس الوقت، ويندوز 10 بالدعم الممتد، ويندوز 11، ويندوز 12، وده هيكون صعب جدا على الشركة في الدعم الفني والتحديثات. في النهاية الموضوع ده بيأكد على حاجة مهمة قوي، وهي ان التكنولوجيا لازم تخدم الناس مش العكس. صحيح ان التطور التكنولوجي مهم وان الامن المعلوماتي ده شيء اساسي، بس ما ينفعش يكون ده على حساب ملايين من المستخدمين اللي مش قادرين يواكبوا التغيير ده. انا طبعا مستوعب ان مايكروسوفت قدامها تحدي صعب، وهو انها ازاي تعمل توازن ما بين التطور التكنولوجي واحتياجات المستخدمين الحقيقيه. بس الاحصائيات اللي شفناها في نوفمبر وديسمبر 2024 بتوضح ان المستخدمين مش مقتنعين ان التغيير ده كان ضروري في الوقت ده. ونصيحتي الاخيره ليكم انكم ما تستعجلوش وخدوا وقتكم في دراسه الموضوع كويس واختاروا الحل المناسب لظروفكم، سواء قررتم انكم تحدثوا دلوقتي او انكم تستنوا شويه او حتى تنتظروا ويندوز 12. المهم انكم تكونوا فاهمين كل الاختيارات المتاحه قدامكم. بس في العموم اللي بيحصل ده خلينا نسال سؤال مهم جدا، يا ترى احنا وصلنا لمرحله اننا لازم نغير اجهزتنا كل كام سنه علشان نقدر نستخدم البرامج الجديده وانظمه تشغيل حتى لو كان ادائها كويس وما نشكيش منها؟ وهل ده هيكون منطقي في الظروف الاقتصاديه اللي العالم كله بيمر بيها دي؟ هستنى رايك في التعليقات. وبس كده، ده كل حاجه معايا في حلقه النهارده. لو عجبتك الحلقه ما تنساش تدعمنا بلايك وتشير الحلقه دي مع اصحابك عشان يستفادوا هم كمان. ولو عندك اي اسئله واستفسارات اكتبها لنا في التعليقات، واشوفك الحلقه الجايه. سلام.